أعرف إزاي إن الراجل بدأ يفقد اهتمامه؟ سؤال كتير بيسأله. أول حاجة هنا لازم تعرفيها إن الراجل لما بيبتدي يقرر إن يبعد مش بيقول النقطة دي بصوت عالي، يعني ما بيصرح لكيش، لكن تصرفاته هي اللي هتقول ده. واللي هقوله دلوقتي مش ظنون، دي علامات واضحة تأكد لك إن الراجل ده اهتمامه بيكي ابتدى يقل أو قل فعلا. يعني أول علامة مثلا لما كان دايما بيسأل عليك، فجأة قل في السؤال، ردوده على رسائلك كمان بقت متأخرة أو ممكن ما يردش خالص إلا لما يكون فاضي. وده مش علشان هو مشغول زي ما بيقول، إنما علشان الأولويات بتاعته مش ليكي زي قبل كده. العلامة التانية كمان، زمان كان بيحكي لك كل تفاصيل حياته ويومه، دلوقتي كلامه ليكي بقى مختصر جدا، يعني أنا كويس، أنا تمام، ماشي الحال، أو حاضر. ردود الباردة دي مش عفوية أبدا، دي إشارة أو علامة تقول لك إن الحماس في العلاقة راح خلاص. تالت علامة، ما بقاش ياخد خطوة. يعني زمان كان بيبتدي يسأل، يتكلم ويبعت رسائل كتير جدا، دلوقتي بقى الوضع اختلف، انت اللي بتبادري. علامة كمان مهمة، الطاقة اللي كانت في العلاقة نفسها اختفت. يعني زمان كان بيبقى متحمس إنه يشوفك، تخططوا ليومكم مع بعض، دلوقتي مفيش غير نشوف بعدين لما ابقى فاضي. وده معناه إنه مبقاش مهتم زي الأول. بس خدي بالك بقى من حاجة مهمة، قبل ما تحكمي عليه فعلا اسألي نفسك سؤال قبل ما تقولي إن اهتمامه بيكي قل. شوفي الأول حصل خلاف ما بينكم علشان ممكن يكون ده رد فعل، ولا فعلا مضغوط، ولا أنت اللي ابتديتي تتجاهليه في الأول وهو ابتدى يرد على بعد. لأن العلاقات ببساطة ساعات بتمر كده بموجة من الهدوء، إنما مش دايما معناها النهاية. لكن لو استمر الفتور ده ومفيش أي محاولات منه، ساعتها لازم تقولي لنفسك استوب على كده، وتقولي لنفسك هو أنا هحارب في العلاقة دي لوحدي علشان أحافظ عليه، ولا لازم كمان هو يكون زيي، يكون في توازن يعني في العلاقة. الاهتمام ببساطة مش محتاج أي مجهود كبير، بس محتاج قلب يكون حاضر. اللي عايزك فعلا مش هيسيبك أبدا إنك تسأل وتقولي لنفسك هو لسه مهتم ولا إيه اللي حصل، والأسئلة الكتيرة دي، لأن وجوده وتصرفاته هم الإجابة على سؤال.